عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتم. باش نحكيو في فيديو اليوم على اخر اخبار الترجي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري. تغييرات مرتقبة قبل المواجهة، وحمدي المدب يثبت معلول. اكثر تفاصيل تلقاو معنا في الفيديو، تابعونا للاخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. وصلت بعثة الترجي الرياضي التونسي مساء أمس الأربعاء 19 أبريل 2023 إلى العاصمة الجزائرية على متن طائرة عسكرية، أين كان للفريق استراحة خاطفة عند موعد الإفطار قبل إجراء حصة تدريبية خفيفة بملعب سالم مبروكي، استعدادا لملاقاة شبيبة القبائل لحساب ذهاب الدور الربع النهائي لدوري الأبطال. كما يجري الفريق حصة تدريبية أخيرة الليلة في نفس توقيت المباراة على أرضية ملعب 5 جويلية مسرح المواجهة المرتقبة. مجموعة الترجي عرفت غياب اللاعب أنيس البدري الذي بقي في تونس ولم يتحول مع الفريق بقرار من الإطار الفني، فيما عدا ذلك بقية العناصر على ذمة نبيل معلول الذي يسعى إلى استغلال أزمة منافسه الذي يراهن على تفادي النزول وتحقيق نتيجة إيجابية من شأنها تعبيد الطريق إلى المربع الذهبي قبل أسبوع من مباراة العودة. عموما الأجواء عال العال بعد قرار حمدي المدب الأخير إثر اجتماعه بالمدرب نبيل معلول، والذي رفض حالة الغضب الكبرى التي تلاحق نبيل معلول، وقرر تجديد الثقة في المدرب بعد خسارته الأخيرة أمام الأولمبي الباجي في الدوري التونسي، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب ضد شبيبة القبائل. وأبلغ حمدي المدب مدرب نبيل معلول بمنحه الثقة الكاملة وحثه على تلافي الأخطاء الأخيرة وتصحيح المسار في مباريات الترجي المقبلة لتحقيق الهدف المنشود والذهاب بعيدا في المسابقة الإفريقية والبطولة المحلية والكأس. بعد تطمينات المدب نبيل معلول يجتمع مع ركائز الفريق الهوني بن رمضان كوليبالي توغاي، وأكد على ضرورة مصالحة جماهير الترجي من خلال الفوز في مباراة الغد ضد شبيبة القبائل ووضع قدم في الدور النصف النهائي. وينتظر أن يجري نبيل معلول تغييرات في التشكيلة مقارنة بالمباراة الأخيرة في البطولة التونسية. من المنتظر عودة بن حمودة لخط الهجوم، الاعتماد على أغلب العناصر الأساسية والمؤثرة كالهوني وبن رمضان. هذا وتحدث المدرب المساعد أنيس البوسعيدي اليوم في الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة والذي رافقه فيها محمد علي اليعقوبي. البوسعيدي قال انه المباراة باش تكون صعيبة ضد فريق يعرف يلعب مليح في رابطة ابطال افريقيا، وقال ايضا انه مباراة الذهاب مهمة تخليك تلعب مرتاح في مباراة الاياب. واختم حديثه بان شبيبة القبائل يمر بفترة صعيبة في البطولة، لكن في رابطة الابطال موجود بقوة، علينا الحذر لتفادي المفاجآت. وبعد الندوة الصحفية تفقد بوسعيدي أرضية ميدان ملعب 5 جويلية، وقال انه الأرضية تحسنت على المباراة اللي لعبها الترجي ضد شباب بالوزداد. مدرب شبيبة القبائل تحدث ايضا عن المباراة وقال سنواجه فريق كبير له خبرة قارية وسنعمل على الفوز عليه. تأجيل مباراة اتحاد العاصمة في البطولة سمح لنا بالتركيز على مباراة الترجي وحضرنا جيدا لهذا اللقاء. واختم حديثه بالقول ليس لدينا ضغط، سنلعب بكل حرية مقارنة بالترجي والفوز سيكون من حليفنا. وقال أن شبيبة القبائل ليست في نفس وضعية الترجي، وهذا بالنظر إلى وضعيتنا محليا. ختاما نحب نأكد على أن الترجي مدعو إلى إحكام التعامل مع المباراة من خلال الاعتماد على طريقة تكتيكية متوازنة تجمع بين المجازفة الهجومية والحذر الدفاعي، وستكون الأمال معلقة بالخصوص على كل من محمد علي بن رمضان والليبي حمد الهوني والمغربي صابر بوغرين لصنع الفارق وكسر الجدار الدفاعي لشبيبة القبائل، بينما سيتكفل الثنائي ياسين مرياح ومحمد امين توغاي. تقدمهم لاعب الارتكاز الايفواري كوليبالي بقيادة الخط الخلفي في مهمة المحافظة على عذارة شباك الحارس معز بن شريفية.